السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النادي الأهلي أعظم نادي في الكون، ده حقيقي. شعار مش من فراغ، شعار الناس كلها بتسعى عشان ترفعه. شعار الأهلي فوق الجميع، شعار كل لاعيبة أو مسؤولين النادي الأهلي الحاليين بيسعوا على رفعته ويحققوه حرفيا. آه، الأهلي الأهلي ده مؤسسة كبيرة جدا. الأهلي عبارة عن مؤسسة ماشية في التراك بتاعها، واي رئيس نادي اي مسؤول هيجي يركب على التراك وهيوصل لنفس او المحطه اللي بعدها، عشان يجي واحد في المحطه اللي بعدها هيكمل المسيره. مؤسسه ماشيه، مؤسسه مؤسسه تبقى ماشيه، هي مؤسسه شغاله بشكل جماعي، بشكل احترافي. مؤسسه لو شلت منها واحد هتفضل ماشيه. مؤسسه مش قايمه على شخص بعينه او بشخصه. نادي اجتماعي، ثقافي، رياضي، كروي، كل حاجة ماشي في، يعني هو هيفضل محافظ على كينونته. ليه؟ لأن هو مش قايم باسم الخطيب ولا محمود طاهر ولا بغيره ولا بغيره ولا بصالح سليم ولا لا، اسم قائم باسم النادي الأهلي. اسم النادي الأهلي هو اللي معلي الناس اللي حواليه كلهم، مش العكس. على العكس، الكلام اللي بيحب يتروج، اللي انا سمعت فيديو امبارح على قناه الزمالك بتقول ان الاهلي نادي مش مؤسسي. واحد بيتكلم اسمه ماجد حاجه بيقول لك مش نادي مؤسسي. ده حتى حصل شويه تفاهات كده ذكرها، لا داعي ان احنا نذكرها. حصلت قال لك في الاستاد $500 وكلام ايه نادي مؤسسي والكلام ده كله. الاهلي يا جماعه الناجح يقال عليه انه فاشل. الاهلي مش انا اللي بصوا يا جماعه عشان نقول على نور، ولا انا ولا غيره ولا 10 زيي ولا مين مهما كانت مكانته هو اللي يقدر يتكلم عن النادي الاهلي ويديله حق. احنا يعني في الاخر كده بنحاول نذكر حته من قيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي يقال عليه مش ناجح في بعض الاماكن، السنه دي وصل كاس العالم للانديه، كره يد، كره سله، واخيرا كره قدم. ايه، ايوه، كره سله، كره يد، وكره قدم. طب الاهلي مش ناجح خليكم مع الاهلي مش ناجح. طب والناجح ده يبقى محقق ايه يعني؟ ايه؟ طب الناجح الاهلي مش ناجح لو كده مش ناجح، يبقى المفروض يحقق ايه؟ كاس عالم لقارات، إيه كاس العالم كاس العالم اللي هو كاس العالم، ولا يحقق ايه برضه؟ إيه؟ خلاص يا عم، الاهلي مش ناجح. الاهلي في اخر 4 مشاركات افريقيه خد منهم 3 بطولات افريقيه، والاثنين اللي قبلهم، والسنه بتاعت صن داونز 2019، والسنتين اللي قبلهم وصل النهائي. مش ناجح. طب ايه معيار الناجح؟ ايه معيار النجاح؟ ايه معيار رئيس النادي الناجح؟ ايه معيار التفوق عندكم؟ ما هو انت بص، يعني اللي بيته من ازاز، ما حدش ناس ما تجيش تقول على اللي عمل كل الانجازات والتفوقات دي مش ناجح، وانت بتسمي نفسك او رئيس ناديك اعظم رئيس نادي واحسن من الخطيب. ازاي؟ ده بيقنعني. ما هو يعني تقدم حاجه مثلا تدل على ان ده اعظم نادي ولا ده احسن رئيس. يا جماعه الخطيب طور لعبه كره اليد وكره القدم وكره السله. كره اليد مستحوذه على دوري وكاس، لا الزمالك خد كاس الكؤوس. كره السله واخدين دوري وكاس لمده سنتين على التوالي، دوري وكاس. ها، وانت معاك اتحاد السكندري والزمالك في المنافسه بتاعت كره السله. كره القدم حدث ولا حرج، انت واخد السنه دي افريقيا، وهتخلص الدوري، واخد كاس مصر وكاس السوبر، ولسه في كاس سوبر افريقي، ولسه كاس مصر بتاع النسخه الحاليه. ايه يعني انت عايز ايه تاني؟ السنه اللي فاتت خسرت الدوري بس خدت كاس مع السنه اللي فاتت. وصلت نهائي افريقيا واتسحبت منك بفعل فاعل بسبب الناس اللي ما بتحبش النادي الاهلي. السنه اللي قبلها واخد افريقيا، ضاع منك الدوري. ممكن ضاع تقريبا برضه الكاس، بس واخد افريقيا. السنه اللي قبلها واخد افريقيا واخد الدوري واخد الكاس سنه 2020. ايه معيار النجاح عندكم؟ السنه 2019 واخد الدوري. يعني انا من اخر 7 سنين واخد 5 دوري، انت واخد 2 دوري. من اخر 7 سنين واخد 3 افريقيا، ووصل 3 نهائي افريقيا. طب الزمالك اخر 7 سنين نهائي افريقيا واحد بتاع 2020 القضيه ممكن.
بالمناسبه هتلاقي الفيديو بتاع القضيه ممكن، واخر 10 دقايق الجمال جدا في على الفيس وعلى اليوتيوب، اتفرج واستمتع عليه. ايه إيه طب خلاص، سيبك من الكوره وسيبك من السله وسيبك من كل الكلام ده كله، خلينا نروح للانشاءات الاجتماعيه. الاهلي السنه اللي فاتت افتتح فرع في اسوان، لسه تقريبا ناسي، ما تديش الفرع ده، مفتتح فرع او مقر في اسوان. الزمالك ما فتحش حاجه السنه دي، افتتح المقر الخامس بتاعه. الزمالك ودى لودر واتنين قلاب في مقر 6 اكتوبر. طب يعني والله العظيم تشوف القناه امبارح بتتكلم ان الزمالك هيعمل في مقر 6 اكتوبر. اقسم بالله انا فرحت ان الزمالك هيعمل مقر جديد في 6 اكتوبر، ربنا يكملها معاهم على خير، مش معلش اي مشكله. بس ما تجيش تقول بقى ان عشان مرتضى منصور ودى لودر واتنين قلاب ارض 6 اكتوبر بقى خلاص ده اعظم رئيس نادي في الكون ويا ناجح. والاهلي اللي بالفعل خلص الفرع او المقر الخامس ليه وتقول ده فاشل، ده الخطيب عامل المقرين. بالمناسبه الاستاد بتاع النادي الاهلي في خطوات جاده تحصل اليومين الجايين، بالنسبه يعني زي ما قلت بالنسبه للمستوى الاجتماعي وبالنسبه للمقرات. انت عندك 5 مقرات، ده مجرد ان هو اتحرك بس هناك 2 لودر 1 قلاب او 2 قلاب 1 لودر، يعني بقى خلاص بقى اعظم نادي ولا اعظم رئيس نادي يا جماعه. بالعقل. هنا مش بقلل والله من الزمالك ولا من اي شخص زملكاوي ولا من اي مسؤول زملكاوي ولا من اي اعلامي زملكاوي، انا هنا بقول لك يعني بص، في مثل بيتقال ايه، العين ما تعلاش على حاجه. بس انت ما تجيش يعني حاليا الزمالك، والزمالك ناقصه ايه حاليا؟ الزمالك ناقصه حاليا انه يجي له رئيس نادي خايف على يعرف مين رئيس نادي بس يعرف مين رئيس النادي بتاعه، لا اكتر ولا اقل. هو حاليا الزمالك حتى الان مش عارف مين رئيس النادي بتاعه، مش عارف مين القائم بالاعمال، ده في جزء تاني هنيجي نتكلم فيه كمان شويه. ولكن طب خلاص سيبك انت من الالعاب، سيبك من المقرات، نبص على الفلوس. الاهلي محقق اكبر عقد رعايه في تاريخه، 1.5 مليار. طب يعني يا اخي ده من الجبروت يا اخي يا اخي ده من الجبروت، عشان بس نقول على نور. الاهلي عامل عقد رعايه للتيشيرت بتاع التدريب ب 60 مليون في ال4 سنين، 15 مليون في السنه، تيشيرت للتدريب. يعني ده يا جماعه بالذمه يعني مؤسسه او نادي اتقال عليه فاشل او رئيس نادي اتقال عليه فاشل؟ طب الفلوس، طب اقول لك الزمالك الاهلي واخد الرعايه دي من مين؟ هو اللي نزل وجاب دفع للشركه، قالت له هجيب لك رعايه، عقد مع الشركه جابت له رعايه خلاص، يعني حاجه حره مش تبع الدوله. ما مرتضى ما تحاول تجيب كده يا مرتضى، لا مش هيعرف. يا جماعه البراند بتاع الاسم الاهلي بيبيع وعالي وشغال، احنا مش ناسين صقلانه ولا سطلانه يعني ايه يا جماعه. ف من كل النواحي الاهلي متفوق والاهلي عالي. انا زي ما قلت في الاول، اي حد هيحاول يتكلم عن النادي الاهلي حرفيا مش هيديله حق، وهيبقى ظلم انك تتكلم عن النادي الاهلي. ليه؟ حتى لو انت يعني هيبقى ظلم لو انت حتى بتتكلم وبتمدح في النادي الاهلي، لان انت مهما اذا كانت ذاكرتك قويه او مهما كنت محضر والله مش هتكفي، مش هتعرف تذكر كل حاجه، مش هتعرف تقول كل حاجه والناس هتزهق منك. فاحنا بنتكلم في الحاجات لا لسه حديثه العهد، حاجات لسه جديده. طب بالنسبه للعيبه، ومين احسن لعيبه في الدوري؟ مين اعلى قيمه لعيبه في الدوري؟ النادي الاهلي. النادي الاهلي 9 لعيبه في المنتخب، علي معلول والضو كريستو واليو ديانج في معنديتهم، وبرستاو معنديتهم، اللي كان الاهلي بيطلع عليه المحترفين بتوعه اي كلام، مفيش الا برونو سافيو شهاده لله، هو الوحيد اللي طلع مضروب، محترفينهم كلهم بره بيلعبوا في انديتهم. تيجي تقول لي يعني الاهلي مش عارف يجيب لعيبه مثلا، الاهلي قبل كده يعني الفتره اللي فاتت كان في لعيبه اي كلام، ولكن حاليا الجيل بتاع الاهلي كله متكامل، حرفيا متكامل، مش ناقصه حد خالص، متقفله. طب نتكلم نقارن في اي مجال، في ايه تاني نقارن في ايه تاني ده يعني يا اخي ده دكتور علاء صادق الله يديله الصحه كان عامل احصائيه بالمباريات بين الاهلي والزمالك، انا اخر حاجه كنت فاكرها وصلت الاهلي 47 مباراه، الاهلي فاز منهم في 43 مباراه او 40 مباراه والزمالك فاز في 5، حاجه زي كده. ده مستوى في كل الالعاب بقى، سواء شباب وناشئين ويل. ف وبالمناسبه برضه كاس العالم للانديه، خالد غندور كان اثار قصه اللي هو الزمالك اول فريق وصل كاس العالم للانديه،
هو مجرد الوصول ده ما بتحسبش. انت وصلت، شاركت ما شاركتش. احنا بنتكلم بقى بالمشاركات. الاهلي 9 مشاركات حاليا، المره الجايه هتبقى ال10 ليه، او التاسعه، او المره الجايه هتبقى التاسعه ليه. في التاسعه وال10 مضمونه لا في 2026 عشان هو خد البطوله ديت. الزمالك مش ضامن بتاعت 2026 عشان ما خدش اي بطولات افريقيا خالص، والتصنيف بتاعه بعيد جدا. فيعني والسنه اللي فاتت اما اتظلم من اتحاد الكره المصري والجواب اختفى من كرم ربنا، ويعني عشان ربنا ما يحبش الظلم. انا شايفها كده الصراحه. انت تشوفها زي ما انت عايز براحتك، لك مطلق الحريه. آه، كاس العالم للانديه بقدره قادر تحول من السعوديه للمغرب عشان المغرب تبقى هي الدوله المنظمه وتجيبوا الاهلي يشارك معاه. طبعا باختلاف الادوار، يبقى الاهلي مثلا هو اكيد الدوله المنظمه يشارك بالدوله المنظمه، والوداد هو حامل اللقب عشان الوداد يخش على الدور ما يبداش من الاول يعني زي ما الاهلي بدا. وربك كريم الاهلي لعب الاربع ماتشات بتوعه. الاهلي عزيز الفاضل، عزيز زملكاوي يا اللي بتتكلم على الاهلي بطريقه مش كويسه. الاهلي في اخر 4 سنين، السنه اللي فاتت لعب ريال مدريد، او السنه دي لعب ريال مدريد، السنه اللي لعب بايرن ميونخ، لعب على ما اتذكر لعب مين تاني؟ بتهيألي تشيلسي. تشيلسي انجولو كانتا لما قابل اندريو يانج. انت مستوعب السنه دي هيلاعب مانشستر سيتي في شهر سبتمبر ان شاء الله. يعني الاهلي لو عايز يعلم من تصنيفه، او عايز مثلا يعلم من العرض بتاعه ويجيب الفرقه ديت، مفيش فريق من ده هيجي له ببلاش كده. ده انت بتلعبهم في بطوله رسميه وبتاخد فلوس. الزمالك لو حب يلعب فريق زي ده هيدفع فلوس ملايين الدولارات عشان يقدر يقابل فريق في محفل زي ده، ومحفل هيبقى العالم كله مع الاهلي، العالم كله بيتابع كاس العالم للانديه. هيبقى مع اي فريق لو تطلع ماتش ودي في الاول والاخر ماتش ودي مفيش عليه الشغل. عزيزي المتابع، وتتفرج على ردود الافعال بعد ماتش ريال مدريد واستمتع على النادي الاهلي واللي حصل، وان الاهلي كان قادر ازاي يكسب، ولكن اتخطف واتلدى في اخر في 8 دقائق في الوقت الضايع. في الاخر العين ما تعلاش على الحاجه، عشان خاطر ما تقولش نادي مؤسسي ونادي مؤسسي. يذكرني دلوقتي، او انا اسف ان اقول كده والله، محمد رجب الصحفي بتاع استاذ محمد رجب الصحفي بتاع قناه نادي الزمالك طلع قال حرفيا كده، يعني كلام فيما معناه ان الزمالك كان خرابه، الزمالك كان ضايع، كان زي الزفت، كان من غير المستشار مرتضى منصور. عزيزي الزملكاوي، فرحانين وبيضحكوا عليك، بيقولوا ان هم عاملين لك قناه باسم النادي بتاعك. خش النهارده، انا هخش اجيب سكرينات واحطها لك النهارده في الكومنتات، بتفرج على قناه الزمالك بتذكر او بتتكلم على الزمالك في قد ايه، وبتتكلم على مستشار قد ايه في الفيديوهات بتاعتها. والله يعني دائما الحديث على مستشار مرتضى منصور، وقلما الحديث على نادي الزمالك. ده فيديو مدته فوق ال10 دقايق عن حاجات خفيفة وبسيطة في كل الفروع، سواء على صعيد الألعاب، المقرات والمنشآت الاجتماعية، على صعيد الأموال، على صعيد البطولات، على صعيد أي حاجة أنت عايزه. هتلاقي الأهلي متألق. هتيجي تقول لي الأهلي اتحاد الكرة بيدعمه أو بيساعده، هقول لك حاجة واحدة. الأهلي السنة اللي فاتت خسر أفريقيا عشان خاطر اتحاد الكرة اللي كان بيدعمه، خسر السنه اللي فاتت واللي قبلها 2 دوري عشان خاطر اتحاد الكوره اللي كان بيدعمه. السنه دي اكتر فريق لعب ماتشات ب 57 ماتش، الفرق القريب اللي هو بيراميدز تقريبا على ما اتذكر حوالي 52 ماتش، يعني انا متفوق عنه. عشان محدش بيقول الاهلي بيتاجل له مباريات، بيتاجل له مباريات علشان خاطر كان مشغول بره، ما كانش قاعد بيتدلع. والعلم برضه اخر حاجه اقولها ان الزمالك اكتر حد كان بيستفيد من تاجيلات النادي الاهلي، عشان كان بيلعب ماتشات هو مرتاح، والاهلي يجي مضغوط فيفقد نقط، فيلاقي الزمالك ياخد الدوري السنتين اللي فاتوا. فيا ريت معلش تسمع كلمه الاهلي بيتدلع او اتحاد الكوره بيدلعه او بيطيب على بخاطره، لان والله ما في احتواء غير نادي الزمالك. شكرا جزيلا لحضراتكم.